السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة منوعات كنوز. مرحبا بكم من جديد في القناة. إن شاء الله اليوم غادي نقدم معكم تحلية خطيرة في المذاق، رائعة جدا بمكونات بسيطة وسهلة في التحضير، يعني غادي يبغيوها الكبار والصغار. إذا على بركة الله غادي نبداو في المقادير. غادي نحتاج هنايا إطرو ديال الحليب، غادي نوضعوه على نار هادئة. من بعد غادي نضيف كأس ديال السميدة رقيقة، ومن بعد غادي نبدا نخلط في الخليط بشكل دائم ومستمر باش ما تلصقش لينا السميدة. من بعد ما انسجمت لينا السميدة مع الحليب، غادي نضيفو 2 معالق كبار ديال السنيدة، وغادي نستمروا في التحريك على نار هادئة. من بعد غادي نضيفو كمية من الحليب المركز المحلى. انا هنايا درت كأس غير مملوء، يعني نتوما على حسب الحلاوة اللي بغيتوها تكون في التحلية ديالكم. اذا من بعد ضفت هذا الكأس هذا تقريبا اللي غير مملوء ديال الحليب المركز، وغادي نستمر في التحريك كيف ما العادة على نار هادئة. هنايا غادي نزيد نكهة الفانيلا، يعني غادي ندير ساشي ديال الفاني، وغادي ندير 2 معالق كبار ديال المايزينا، ونستمر في التحريك. من بعد ما يقرب الخليط ديالنا يوجد، غادي نضيف ليه 3 مربعات ديال الفرماج، كيعطي واحد النكهة خاصة، يعني ضروري انكم ديروه. ونستمر في التحريك حتى يكمل لينا الطياب ديال الخليط ديالنا كامل، ونتلاقاو من بعد. من بعد ما عقد لينا الخليط ديالنا، غادي نخليوه يرتاح واحد شويه على ما يبرد، وغادي ناخذ المول اللي بغينا نفرغوا فيه الخليط، وغادي نرشوا به كميه لا باس بها من الكوك، ومن بعد غادي نخويو هذا الخليط فيه. من بعد ما خلينا التحليه ترتاح مزيان وتبرد، دابا غادي نضيفو فوقها 2 ديال البيرلي، وغادي نرجعوها للثلاجه تبرد مزيان على خاطرها. ومن بعد غادي نزوقوها بالمكسرات ولا باي حاجه اللي بغينا حنايا، وغادي تكون التحليه ديالنا وجدات.